الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، أبنائي وبناتي، هناك مرضين الحقيقة من أمراض اللسان أو آفات اللسان منتشر بين الناس كثير جدا في كلامهم، في سوالفهم، في نقاشاتهم، هي قضية مرض المبالغة ومرض التعميم. هذان المرضان الحقيقة يشكلان مشكلة كبيرة في نقل الأخبار وفي توصيف الحدث. المبالغة طبعا شيء صغير يكبره، مثل ما نقول من الحبة يسوي قبة، يعني الشراقية يسويها قنبلة، يضخم الأمر، يضخم حيل حيل حيل، أكبر كثير جدا من واقعه. هذا المبالغة. التعميم إذا رأى خطأ من مجموعة ما أو بلد ما أو شعب ما أو صنعة ما، زين، يعمم. واحد مثلا كهربائي على البيت ونصب عليه، يقول كل كهربائيين نصابين. راح بلد معين وقصوا عليه، نصبوا عليه، يقول كلهم نصابين. وهذا مو صحيح، ظلم. التعميم ظلم. نطبق هذا على اللي يحدث هالايام في الحوادث المؤسفة الحقيقة اللي تعرض لها بعض السواح سواء العرب أو الخليجيين في تركيا. سبحان الله، المنصف قليلين جدا. أنا رحت تركيا مئات المرات، ولا مرة واحد تعرض لي بشيء، ولا واحد أساء لي بشيء بيوم من الأيام. نعم، أكو عنصريين، أكو قليل الأدب، لأن تركيا مو دولة الصحابة ولا هي المدينة الفاضلة، فيها السيء وفيها الخير. وهكذا الإنصاف حتى الكويت، حتى أي بلد عربي أي مسلم، ماكو بلد كلهم زينين. لازم في ناس قليل الأدب، في ناس عنصريين، في ناس ظلمة، في ناس ما يعرفون يبيعون يشترون، ما يعرفون يتعاملون مع الناس. هذه طبيعة البشر. فلما يصير حادثين من اعتداء ناس قليلين أدب وعنصريين على بعض السياح، لا تعمم. كل الأتراك كذي، كلهم يكرهون العرب، لا تروحون لا تضخيم، لا تروحون ديروا بالكم. ايش دعوه مو هالدرجة. انا وغيري لا، الطائرات ماكو مكان. كل هذول لو كان يعاملون معاملة سيئة راحوا، ما راحوا. فلا نضخم الأمور ولا نعمم. الأتراك حقيقة شعب طيب ومعظمه زين. نعم في ناس سيئين، نعم ناس في عنصريين، صح، ولكن تعميم خطأ. تعميم خطأ في كل شيء. السياح يتعرضون للخطر في كل مكان. ماكو دولة عربية إلا فيها اعتداء على السياح. هناك كويتيين راحوا اختطفوهم في بعض الدول العربية، وبعضهم اقتلوهم. ما حد قال والله لا تروح البلد العربي الفلاني، لأن التعميم غلط. التعميم غلط والمبالغة خطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ الجميع. نشوفكم على خير، مع السلامة.